برنسبل رقم 4 صياغته بسيطة جدا، 3 كلمات: focus on value. وهنا الكلمتين value و focus. تعالوا الأول نشوف كلمة value. يعني إيه value؟ القيمة. يعني إيه القيمة؟ النتيجة اللي احنا هنطلعها من المشروع بتاعنا هتحقق قيمة مضافة وقت استخدامها او وقت استغلالها او وقت تشغيلها. ايا كانت الحاجة اللي احنا هنخرجها. فانت مش بتطلع المنتج علشان المنتج، انت مش بتقدم الخدمة علشان الخدمة، انت مش بتقدم النتيجة دي علشان النتيجة. امال انا بقدمها ليه؟ او انا كعميل طالبها ليه؟ ببساطه شديده انا طالبها عشان احصل على القيمه اللي هتعود عليا من حصولي على المنتج او الخدمه او النتيجه دي. وده مش بس في مجال اداره المشروعات يا جماعه، يمكن البيزنس النهارده بدا يتطور وياخد الفكره دي وتعريفه بدا يروح ناحيه الحته دي. البيزنس ببساطه شديده هو قدرتنا على ان احنا نتبادل فلوس مقابل قيمه وليس المنتج نفسه. وده حالي وحال كل واحد فينا. احنا لما بندفع فلوس، احنا لما بنشتري حاجة، احنا مش بنشتري المنتج نفسه، احنا مش بندفع مقابل حصولنا على المنتج، ولكن احنا بندفع مقابل القيمة اللي احنا بنحصل عليها من المنتج. تعالوا اديكم مثال صغير. وكنت بدرس في واحدة من الجهات التصنيعية، مكان بيصنع ثلاجات، والمكان دون عنده ثلاجتين، ثلاجه منهم تقريبا سعرها حوالي 8000 او بتدور حوالي 8000، وفي ثلاجه ثانيه ثمنها 66000. هو اللي بيدفع 66000 جنيه في ثلاجه، تفتكروا الشخص دون بيدفع علشان يحط فيها خضار وفاكهه ويسقع فيها ميه او يجمد فيها فراخ ولحمه؟ تفتكروا؟ أكيد لأ. القيمة اللي هو شايفها من وجهة نظره أو اللي هو هيحصل عليها من التلاجة اللي ب 66000 مش مجرد إن هي تجمد له خضار وفاكهة ولحمة والكلام ده، لأ، هو عنده قيمة بيحصل عليها من وجود التلاجة بالقيمة دي. ونفس الحال بالنسبة للشخص اللي بيشتري التلاجة اللي ب 8000 جنيه، هو مش بيدفع ال 8000 جنيه مقابل الجثة اللي اسمها تلاجة، الكتلة الحديدية أو الصاج اللي اسمها تلاجة، لا يا فندم، هو بيدفع ده مقابل حصوله على قيمة وجود التلاجة دي عنده. وهنا هتلاقوا ناس مختلفة تماما في تقدير القيمة. فلان من الناس الجميلة اللي نزلت اشترت ايفون الجديد اول ما نزل، تفتكروا هو مشتريه عشان يبقى معاه الايفون؟ اكيد لا. مثال تاني وكلمنا عنه قبل كده، اللي بيشتري ساعة رولكس، وكلنا عارفين يعني ايه ساعة رولكس وقيمتها قد ايه. تفتكروا اللي بيشتري الساعة دي بيشتريها علشان يبص فيها ويعرف الساعة كام دلوقتي؟ اكيد لا. فببساطه شديده يا جماعه، اي فلوس بندفعها واي استثمار بنعمله مش بيكون عشان نحصل على المنتج، ولكن نحصل على القيمه اللي احنا مستنيينها من حصولنا على المنتج او وجود المنتج او الخدمه دي. وده لازم يكون تركيزك يا بروجكت مانجر. حضرتك مش موجود عشان تبني العماره او تبني الكوبري او تعمل السوفت وير او تعمل شبكه لا يا فندم، الكلام ده مش هو الحقيقي. الحقيقي عندك هو الفاليو اللي هيطلع من النتيجة دي، القيمة اللي هنحصل عليها اللي هندركها من وجود المنتج أو الخدمة دي. وبالتالي في كل ساعات ودقائق المشروع بتاعك الفوكس، وهنا الكلمة التانية، الفوكس بتاعك لازم يكون على حاجة واحدة، ما يحصلكش تشتيت، هي حاجة واحدة، فاليو. ايه الفاليو اللي احنا محتاجين نطلع بيه؟ فاحنا ممكن نشقلب الدنيا وقت ما تحتاج، بشرط ان احنا نحصل على الفاليو او نوصل الفاليو اللي احنا بنتمناه. اشوفكم في فيديو تاني والبرنسبل رقم 5.